صباح الخير. كنت نازل اعمل دلوقتي شويه ورق حكومي، بس الحمد لله ان انا اكتشفت النهارده اجازه رسميه، فعشان كده ما نزلتش. الحمد لله، بدل ما كنت انزل على الفاضي. النهارده مفيش فطار بسبب الفطار بتاع امبارح كان وحش جدا، وانا نسيت اقول ان هو كان وحش جدا. فالنهارده انا مش جايب فطار من بره. ممكن اعمل فطار في البيت، او ممكن استنى كمان شويه كده لحد الغدا، مثلا الساعه 2 3 كده، لحد ما الغدا يتعمل واتغدى. لكن انا مش هفطر النهارده، مش هخرج اجيب فطار. بما ان الكهرباء لسه قاطعة دلوقتي، فانا حبيت استغل الوقت وانزل اروح اجيب الاشعه التحليل بتاعت والدتي وكده، عشان هي تعبانه. يعني ان شاء الله خير، ان شاء الله كلها هتطلع تمام. بس الجو حر جدا جدا جدا، وانا حران جدا. مش عارف انا بجد ايه الحر ده. مشكلة انا بالنسبه لي، انا عندي اقتراح جميل جدا. الوقت اللي الجو يكون حر فيه ما نقطعش الكهرباء فيه. اعتقد الكل يكون مرتاح في الاقتراح ده. بس مفيش حد هيسمع، عادي. تمام. لسه جايب الاشعه دلوقتي، ولكن الجو حر بطريقه لا تطاق. بس انا اكتشفت ان انا بقالي كتير جدا ما جيتش هنا، بقالي كتير جدا ما جيتش في المنطقه دي. اخر مره جيت في رمضان لما كنت بفطر مع الشباب وكده. يا الشغل واخد وقت كتير جدا يا جماعه، الشغل واخد وقت كتير جدا جدا جدا. ويا ريت بعمل الحاجه اللي انا عايز اعملها وبخلص الحاجه اللي انا عايز اعملها. لا، ده انا في حاجات كتير جدا ما بلحقش اخلصها، وحاسس ان انا مقصر كتير جدا. بس الوقت بيعدي بسرعه قوي قوي. انت لو جيت فكرت فيها هتلاقي ان الوقت عدى بسرعه جدا. الوقت بيعدي بسرعه قوي يعني. شغل كتير، بس انا للاسف مش هعرف اقف واكل فيها. مش هعرف اقف واكل فيها. يلا نيجي في وقت تاني. كويس ان احنا عرفنا في شجر هنا، لما نروح شجر في شجر هناك كمان. طب والله جامد. ده انا بس لو مش حالي شعر والحاجات دي كان زمان وقفت قعدت اكل واظبط الدنيا. بس يعني تمام تمام. في وقت تاني نيجي. الجو حر جدا جدا. أوه. في اعتقادي دلوقتي المفروض على ما اروح الاقي الكهرباء جت، المفروض. طيب بجد انا مش فاهم في ايه. عدى دلوقتي ساعتين ونص، احنا عدينا الساعتين ونص والكهرباء لسه قطعة ولسه ما جاتش. انا لسه جاي البيت دلوقتي اتفاجئت ان الكهرباء لسه ما جاتش، كده فوق الساعتين ونص. اخيرا الكهرباء جت يا شباب. اخيرا اخيرا جت بعد ساعتين و40 دقيقة. النهارده زادت 10 دقايق، بس الحمد لله ان الكهرباء جت. ولكن النهارده ادركت ان انا محتاج اخرج بره البيت كتير، محتاج اخرج كتير، محتاج اشتغل بره البيت. ولكن المشكله ان انا عندي مشكله ان انا ما اعرفش اشتغل بره البيت، بسبب ان انا بشتغل على الكمبيوتر بتاعي، وانا ما عنديش لابتوب ان انا اعرف اشتغل عليه. بس ان شاء الله اعرف اجيب لابتوب بظل الاسعار المجنونه اللي موجوده عندنا هنا في مصر دي. ان شاء الله اعرف اجيب، بسبب ان الاسعار عندنا هنا في مصر غبيه بطريقه متخلفه يعني، فاهم. بس ان شاء الله اعرف اجيب، بسبب ان انا محتاج اخرج بره البيت اكتر، محتاج اشتغل بره البيت اكتر. في نفس الوقت لو ما عرفتش اجيب لابتوب قريب، هحاول اخرج بره البيت واشتغل على الموبايل، واحاول الشغل من البي سي على الموبايل. هحاول اظبطها بطريقه معينه، بسبب ان انا محتاج اخرج بره البيت اكتر، انزل بره البيت اكتر، محتاج اشوف الشمس اكتر. انا كل يوم بنزل الصبح اتمشى شويه صغيرين، ولكن أنا محتاج اخرج اشتغل بره فترات اكبر، اخرج بره البيت اكتر. محتاج اقعد في الهواء اكتر بعد الحر ده والكهرباء اللي بتقطع، فانا محتاج اقعد في الهواء اكتر واشتغل بره. فهحاول امانج الموضوع ده. وفي نفس الوقت محتاج امانج بين الوقت بتاع الشغل والوقت بتاع الراحه بتاعي. محتاج اخد فترات راحه، بسبب ان انا حرفيا في خلال الاربع شهور اللي فاتوا دول او الخمس شهور ما باخدش راحه نهائيا، وقتي كله شغل. بعد ما اخلص شغل انام.
16 ساعه شغل مثلا والكلام ده، انا مبسوط الصراحه، انا ما عنديش مشكله، مش معترض تماما. ولكن انا محتاج مانج من الموضوع ده، ان انا ادي لنفسي فترات راحه، فترات الراحه دي تكون كمكافئات. فانا بالنسبه لي الصراحه هحاول اعمل كل اللي انا بقول لكم عليه ده في الفتره الجايه. احاول ان انا انقل الشغل بتاعي على الموبايل، او احاول اجيب لابتوب في ظل الاثار المجنونه دي، احاول اشوف حاجه من الاثنين دول. ولكن في الاغلب ان انا احاول انقل جزء من الشغل اللي ينفع يتعمل على الموبايل انقله على الموبايل، عشان اعرف اخرج اعمل الشغل ده بره البيت. اعتقد ان انا محتاج اخف الدهنه دي بسبب ان انا خفتهاش بقالي كتير جدا، وبقى شكلها غبي جدا، فمحتاج اخفها واحددها واظبطها. فجه الوقت ان احنا نخفها، يلا بينا. اوكي كده افضل بكتير جدا، كده احسن بكتير من الاول. بقالي كتير جدا ما ظبطتهاش، بقالي كتير جدا ما خفتهاش، فانا بالنسبه لي كده افضل بكتير جدا. يا الواحد لازم يهتم بيها اكتر من كده، لازم. بس كده افضل بكتير جدا من الاول، بقالي كتير جدا زي ما قلت لكم ما عملتهاش، بقالي كتير قوي، فكده افضل بكتير جدا من الاول. طبعا بما ان انا عملت قهوه، فانا جاي اتكلم معاكم شويه. لذيذة. المهم في كام ابديت كده لازم تعرفوه، بما ان انتوا معايا في الرحلة من البداية. بقالي كتير جدا ما اتكلمتش عن الموضوع ده، عن القناة الأساسية والفيديوهات بتاعت القناة الأساسية. بقالي كتير جدا ما اتكلمتش، انا مش فاكر اخر مرة انا اتكلمت امتى، ولكن بقالي فترة كبيرة جدا ما اتكلمتش. ففي كام ابديت كده لازم تعرفوه. ان شاء الله في فيديو يوم الاحد الجاي شغال على الفيديو ده، خلصت جزء كبير جدا من الفيديو بعمله ايديت حاليا، فاضل بس في جزء معين يتصور، ولكن كل الفيديو خلص على بس الايديت بتاعه والجزء البسيط اللي محتاج يتصور ده. فان شاء الله الفيديو ده هينزل يوم الاحد بدون مقاطعة. لو ما حصلش اي حاجة قاطع ان الفيديو ده ينزل يوم الاحد، ان شاء الله هينزل يوم الاحد. ما حصلش اي حاجه تاني بكره وبعده في الايديت وفي الشغل بتاعه، فان شاء الله هينزل يوم الاحد دون اي مقاطعه ان شاء الله. بقالي كتير جدا ما نزلتش فيديو، بقالي اسبوعين 3 تقريبا، فان شاء الله ده ما يبقاش الرابع وانزل فيديو يوم الاحد الجاي على القناه الاساسيه. نيجي بقى للنقطه الثانيه واللي انا عايز اتكلم عليها، هو ان من بدايه السنه لحد الان عدى 4 شهور وداخلين على الشهر الخامس دلوقتي، وانا لحد دلوقتي ما بداتش في البيزنس الخاص بيها، في البيزنس اللي انا كنت عايز ابداه. ففي رحله كامله هبتديها من الصفر لحد ما من البيزنس بتاعي ويشتغل، نشوف هننجح فيه ولا هفشل. ولكن انا حاطط من البدايه الخطه ان البيزنس ده هينجح، يعني هينجح. هبدا سلسله جديده، سلسله فيديوهات جديده بالكامل هتتكلم عن الموضوع ده، من بدايه افكار المشاريع اللي عندي لحد الفكره اللي انا هاخدها واشتغل عليها، لحد هنشوف هنجيب تمويل منين للمشروع ده، او هنعمل المشروع ده منين بسبب I don't have any money. ففي سلسله كامله هتتكلم عن البيزنس from $0 to هتعرفوا الرقم في الفيديوهات. بس في سلسله جديده هتتكلم عن البيزنس والكلام ده، بسبب ان انا اتاخرت كتير جدا 4 شهور وداخلين في الخامس، فلازم نبدا فيها خلاص الفتره الجايه. خلص بس الاسبوع الجاي ده، بسبب الاسبوع الجاي ده الجدول بتاعي مشغول جدا وعندي مواعيد كتير جدا، فالاسبوع الجاي ده يخلص وبعد كده هنبدا في كل الكلام اللي انا بقول لكم عليه ده. ولكن الاسبوع الجاي اهم حاجه الفيديو بتاع القناه الاساسيه، بعد كده في حاجات كتير جدا هتيجي، ومن ضمنها استنوا السلسله اللي هنتكلم فيها عن البيزنس، ان شاء الله تعجبكم. لا هو خلص.